السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نوجدوا الشوربه بالخضر. الشوربه بالخضر اللي غادي نحتاجوا فيها بصله، ثومه، بصله وحده متوسطه وثومه، القرعه خضراء، خيزو، اللفت بانواعها، الصفراء والبيضاء وهذيك اللي كيكون فيها كتكون ملونه فيها الموف، وبطاطا. باش غادي نسموها بالعطريه فيها سكينجبير، الملحه، البزار، وغادي نديرو فيها الروز. انا عندي الروز، نتوما ديروا فيها الشعريه، كل واحد اللي بغى يدير فيها شي حاجه يدير فيها. انا ما عنديش لي بات، عندي غير الروز بسمتي، خديت منه واحد زليفه صغيره. وطبعا الزيت باش غادي نصبها. خليكم معايا نقطع الخضر وانا راجعه لكم. في اناء وضعنا على النار، غادي نضيفو غنديروا الزيت ماشي بزاف باش ما تجيناش ميدمه، وغادي نضيفوا البصل اللي قطعنا، هي وديك الراس تاع الثومه، هي وديك الطريف ديال الثومه. صافي، وغادي نخليهم يتشحروا حتى طيح لينا البصله الزوج، عاد باش نضيفوا عليها الخضر. من بعد ما ضفنا خيزو واللفت، دابا غادي نديرو سميتو بزار وسكينجبير والملحه. انا ما بغيتش ندير الخرقوم، حيتاش بغيتها تبقى بيضه. هاد الشوربه ما بغيتش كاع يكون فيها شي لون، بغيتها تبقى باللون ديال الخضره اللي فيها، ما بغيتش ندير فيها مطيشه، ما بغيتش ندير فيها الخرقوم. ملي ضفنا خيزو واللفت، مرقناها بالماء الكافي اللي غادي يطيبهم لينا. دابا ملي بدات كتغلي لينا ودخلت طيب الخضره، غادي نضيفوا الخضره اللي باقيه اللي هي البطاطا والقرعه الخضراء، غنضيفوهم. هكا نضيفو فوق منهم اعشاب المنسمه اللي غنسموها بها، هي القزبر ومعدنوس والكرافس. وطبعا غنديروا ضمط البنه، حيت انا ما درت فيها لا دجاج ولا لحم، درتها غير بالخضره. غادي ندير ضمط البنه باش تنسمها ليا. صافي، نخليوها فحال هكايا. نضيفو الروز اللي سبق لي وذكرته، غادي نضيفو عليه باش يطيب حتى هو معاهم. من بعد ما طفينا عليها النار، هذا هو الشكل ديالها، كتجي فحال هكايا. انا ما بغيتش يكون فيها اللون، ما درت فيها لا تحميره لا مطيشه لا والو، انا بغيت يبقى اللون ديال الخضره فقط، اللون ديال الخضره. كنتمنى تعجبكم. بقى لنا دابا غنقدموها في طبق التقديم ونشوفوها كيفاش جات. هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوها، غتعجبكم بزاف ومفيده للجسم، فاغر الخضر، مزيانه الصحه في هذا البرد هذا. كنتمنى تجربوها بصحتكم وراحتكم، وما تنساوش ديروا ابوني وتخليو كومونتير زوين وتبارطاجيوه مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده للجميع. والسلام عليكم، الى فيديو قادم.